طبعا يا ساده، الاهلي مصدر السعاده لجمهور النادي الاهلي ولجمهور مصر عامه. النهارده النادي الاهلي بيكتب تاريخ النهارده بفوزه على الترجي، بصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه المره الرابعه على التوالي و16 في تاريخ النادي الاهلي. هات لي حد بيكسر تاريخ النادي الاهلي، مفيش حد بيكسر الارقام دي. النهارده النادي الاهلي بيلعب على الواقف، بيلعب الترجي على الواقف. انا مش عايز اتعب، انا هتعب الكوره. النهارده النادي الاهلي كان بيتعب الكوره وبيضيع فرص. مش كده بقى بيلعب على فخ، لا ده الاهلي بيضيع فرص. والمذيع يقول لك اصل الترجي احسن، لا عشان الاهلي ما بيلعبش، الاهلي بيلعب على قد انا عايز ايه، اكسب 1-0. الحمد لله انا جبت 1-0 وكسبان هناك 3 عن 4. ده كده اتعشت. بالله عليك بقى ما تدخلش عليها في اللايك، عشان بص بقى انا معايا بقى ايه، الاهلي بيفاوض مليكا من تاني، جاكسون مليكا. انا ما اعرفش النادي الاهلي متمسك بيه وخناقه الزمالك مع موسيماني. فبالله عليك ما تدخلش عليها باللايك، وخير ما ابدا بيه الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا بقى شويه احصائيات كده على المباراه النهارده، فبالله عليك ما تدخلش عليها باللايك بالله عليك. النهارده النادي الاهلي عمل مباراه، انا بقول لك كان بيلعب على الواقف. جون النهارده هشرحه لك، الجون بتاع حسين هشرحه لك، بس بالله عليك ما تبخل عليها باللايك، لان ده شغل مدرب، مش شغل واحد على الله حكايته بيلعب حد عشان خاطر خايف ولا الكلام ده. لا، الراجل عارف هو بيعمل ايه. انا باخد بس عليه النهارده. كنت رايح حمدي فتحي النهارده، الحمد لله ما خدش انذار، بس مروان عطيه خد انذار. موقف الانذارات، علي معلول خد انذار بس هيلعب لان ده الانذار الاول. مروان عطيه عنده انذارين، حمدي فتحي عنده انذارين. اي حد هياخد انذار في المباراه النهائيه ان شاء الله هنا مش هيلعب المباراه الثانيه. واضحه؟ تاني ما تدخلش عليها باللايك بقى بالله عليك. اديني قلت لك موقف اللعيبه اهو. علي معلول واخد انذار بس هيلعب لانه الانذار الاولاني. مروان عطيه كان عنده انذارين، حمدي فتحي عنده انذارين. اي حد هياخد انذار تاني، هياخد انذار تاني في المباراه النهائيه الاولى عندنا هنا في مصر، يبقى مش هيلعب المباراه الثانيه. اقول لك يا سيدي بقى شغل كولر، لان كولر ده راجل دماغه عاليه قوي. والله كولر ده دماغه بص رايحه في حته ثانيه. الهدف الاول يا اخي بيتلخص في ايه بقى؟ بص بقى، اصل المدير الفني لما بيبقى شغال بيريح وبيمتع، يعني بيمتع جمهور النادي الاهلي. بقى له كام ماتش بيمتع جماهيره، لعب باص. هقول لك الجول الاول يا اخي، بص بقى، مروان عطيه ده، ما هو ده شغل مدرب. مروان عطيه محطوط في مركز 6 ليه؟ عشان بيجيب لك الكره الثانيه، بيقطع الكره الثانيه في بدايتها. تمام كده، تمام. عمك بيرسي تاو اللي بيلعب جناح، جابها في مركز الجناح، بيروح داخل لك للعمق. انا النهارده انا قاعد قلت لواحد زميلي، قلت له بص شوف بيرسي تاو فين وشوف قال لي ديانجو فين، بدلوا مع بعض. فبيرسي تاو اللي بيلعب في مركز الجناح عشان يدخل في العمق ويعمل تمريره كثيره الخطوط، ويروح عامل لك تمرير اسيست كده لوز بيتحول لصانع العاب رقم 10. تحرك بقى كهربا للخلف كمهاجم وهمي لسحب المدافعين. علشان ايه بقى؟ علشان يفضي مساحه لحسين الشحات، يتوغل فيها. حسين الشحات بيتحرك بقى في انصاف المساحات دي بين المساك والباك في انتظار تمرير تاو العبقريه. تمام كده، مع استلامه بقى ايه يعني، بص راح مرر الشحات الاستلامه لوز مع استلام الكره طبعا، وفينش ممتاز في الجون الاولاني بالقدم اليسرى. ده شغل مدرب، ده مش شغل حد. مفيش حد يجي يقول لك انت محظوظ. اللي يقول لك محظوظ ده اقول له اقعد ساكت يا اهبل يا بليله. يقول له انت بتاع بليله ما تفهمش في الكوره. محدش يتكلم على الحظ، ده شغل مدرب في الملعب. انت لو هتاخد بالك شوف بيرسي تاو كان بيتحرك فين. والله انا قايلها لزميلي وانا قاعد بتفرج على الماتش، قلت له شوف بيرسي تاو فين، دخل فين، تحول لصانع العاب، بيخش العمق. ومين بيغطي مكانه؟ قال له ديانج. اعمل لي بقى لايك الحته دي بالله عليك، اعمل لايك. والله انا خدت بالي منها، والله انا بتفرج على الماتش. تمام كده يا سيدي. انا اقول لك حاجه كمان بقى، انا اقول لك حاجه حلوه. اقول لك سيدي عدد التمريرات، احنا شفنا الاهلي النهارده كان بيمرر قد ايه. شفت النادي الاهلي عدد التمريرات النهارده، الاهلي كان بيمرر قد ايه من تحت، وبيفنش حلو. ده مش يعني مش ايه تسليم وتسلم وخلاص، لا ده انت بتفنش حلو. انت النهارده رحت بكذا كوره على الجون، كنت ممكن تجيب الجون الثاني والثالث. انا كان نفسي كهربا يجيب جون، النهارده النادي الاهلي يا اخي عدد تمريراته ضعف عدد تمريرات الترجي التونسي. هقول لك ازاي، بس اعمل لايك دلوقتي بالله عليك. النهارده الاهلي مرر كام تمريره 742 تمريره. تمام كده، كام منهم صح؟ 710 تمريره صح. تمام كده. الترجي مرر كام تمريره 319 تمريره، منهم 276 تمريره صح.
شفت النادي الاهلي النهارده كان بيقدم عظمه ازاي؟ النهارده الاهلي كان بيلعب الترجي على الواقف. اه والله كان بيلعب على الواقف. وانت بقى قول لي بالله عليك، اكتب لي كده في كومنت عايز تقابل مين؟ اصل الاهلي ما بيخافش حد. الاهلي دلوقتي لا تقول لي لا سان داونز ولا الوداد، الاهلي ما بيخافش حد بالمستوى اللي بنشوف النادي الاهلي عليه ده. انت الاهلي ما بيخافش من حد. عايز تقابل مين؟ سان داونز ولا الوداد؟ انا عايز اقابل سان داونز. انا كمشجع اهلاوي نفسي اقابل سان داونز. تقول لي يا عم سان داونز، لا يا باشا، الاهلي واقف على رجليه. الاهلي واقف على رجليه، بس ياخد راحه تكفي عشان نروح هناك يسد، يلعب بقى الظهر، يلعب العصر، يلعب المغرب. النادي الاهلي ما بيخافش من حد. هتلعب انت المباراه، هقول لك النهائيه ان شاء الله. طبعا كل جماهير النادي الاهلي هتستنى بكره الماتش بتاع الوداد والصن داونز. ليه؟ عشان خاطر اللي فايز منهم اللي هيصعد للنهائي اكيد هيقابل النادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص تاهل رسميا، فاللي يصعد منهم. وانت اكتب لي كومنت عايز تقابل مين، الوداد ولا صن داونز. هتقام مباراه الذهاب ان شاء الله يوم الاحد في استاد القاهره الدولي يوم 4 يونيو الشهر الجاي ان شاء الله. سبحانه وتعالى يكون حلفنا الفوز ب 3-0 ان شاء الله. ومباراه العوده هتكون يوم الحد برضه اللي بعديه 11 من نفس الشهر، اللي هو برضه يونيو الشهر اللي جاي ان شاء الله. النادي الاهلي يكون البطوله بتاعت النادي الاهلي الحادية عشر باذن المولى سبحانه وتعالى. اكتب لي كومنت قول لي انت عايز تقابل مين كاهلاوي، عايز تقابل الوداد ولا عايز تقابل صن داونز. انا كواحد اهلاوي عايز اقابل صن داونز. ليه؟ لعده حاجات. صن داونز لو هتاخد بالك الجماهير بتاعهم طيب، بيملى الاستاد بس ما بيعملش نوش، اللي هو لا صفير بس وشكرا على كده. على عكس جماهير الرجاء، لا بتقلب المباراه، بتقلب الملعب، بتشوف الدخلات، بتشوف التيفو اللي بيعملوه، بتشوف فجمهور رخم. كمستوى سان داونز احسن، بس انا عايز العب سان داونز. ليه؟ لان سان داونز احنا اللي عندهم طار، لينا عندهم طار، فاحنا عايزين ناخد الطار ده، عايزين ناخد الطار ده وناخده ببطوله، مش ناخده خلاص. علشان خاطر الناس اللي ما تفهمش حاجه في اي حاجه ما يقعدوش يتكلموا على الايه، اصل الاهلي محظوظ. انا عايز بشوف الاهلي قدام سان داونز. ان شاء الله الاهلي يقابل سان داونز ويكسب هنا 3 ويروح يتعادل هناك 0-0، تعادل 1-1 او يكسب 1-0 ان شاء الله سبحانه وتعالى. لان النادي الاهلي واقف على رجليه. المدير الفني مارسيل كولر مدرب عالمي. تعال اخدك لحته ثانيه بقى بالله عليك، بس اعمل لايك دلوقتي. النادي الاهلي اداره التعاقدات، كان في كده تم التواصل بين اداره التعاقدات في النادي الاهلي ونادي بكشتاش. ليه يا عم الحاج؟ علشان خاطر جاكسون موليكا. فكان في ايجابيه وكان في سهوله في الكلام، يعني خصوصا ان جاكسون موليكا بيقعد احتياطي دلوقتي. هم كانوا طالبين 6 مليون يورو، فقال لك لا ممكن يخلص ب 4 مليون يورو. بس هل يعني انت لو جبته، خصوصا ان جاكسون موليكا ما عندوش اي عروض، لا من السعوديه ولا من قطر ولا من اوروبا ولا وهم عايزين يخلصوا منه. لانه بقى عبء على نادي بكشتاش التركي، فعايزين يخلصوا منه. خصوصا اللي هو بيقعد احتياطي، بينزل دقيقتين، بينزل 3، بينزل 5 دقائق، لعب 25 مباراه، جاب 5 اهداف وعمل اسيست 1، وبينزل احتياطي كمان، يعني بينزل احتياطي. فالنادي الاهلي بيجدد الاتصال معاه ومع النادي التركي وبيشوف طلباته. فهم في تساهل، احنا كنا طالبين 6 خلاص يا عم عشان عايزين نخلص منه 4 مليون يورو. بس النادي الاهلي، هل النادي الاهلي في ظل ازمه الدولار الموجوده في البلد عامه، يعني هل النادي الاهلي يقدر يوفر ال 4 مليون دولار مثلا؟ صعب. وهل انت لو جبت الراجل بقاله فتره بعيد عن الملاعب هتقدر ترجع؟ هياخد وقت قبل ما يرجع لمستواه. هتقدر تستحمل؟ وخصوصا ممكن يجي ما يأديش. خد بالك، لانه بقاله فتره بعيد. انا بقول لك لعب 25 مباراه 26 مباراه، جاب 5 اهداف وعمل اسيست واحد. هل هو ده مارسيل كولر اللي عايز اللاعب دوت؟ يعني هو شايف ان اللاعب دوت هو اللي هيجي يعدل ميله في النادي الاهلي؟ هو ده اللي هيجي يعدل حته الهجوم بتاعت النادي الاهلي؟ اكتب لي في التعليق بالله عليك. لان جاكسون موليكا خد وقت كبير جدا. فاكر انت اللاعب اللي اسمه احمد الصالح اللبناني ده ولا السوري؟ كان كل مفاوضات الصالح. هو بقى جاكسون موليكا، بقى كل مفاوضات موليكا. وانا خايف يجي موليكا ما يأديش مع النادي الاهلي. وانت هتجيب لاعب تلعبه، هتجيب لاعب معلش ب 4 مليون دولار ولا 4 مليون يورو وهتعيده؟ لا، فانت هتلعبه على لاعب تاني اللي هو كهربا. خصوصا كهربا شغال النهارده. كهربا يعني كان نفسي يجيب جون والله. حاول النهارده. النادي الاهلي بيضيع كتير جدا. فهنشوف الايام الجايه فيها ايه. هل النادي الاهلي هيقدر يوفر الفلوس دي ويدفعها في لاعب خد بالك لا ما بيلعبش، بقول لك 25 مباراه 5 اهداف واسيست 1؟ وهل النادي الاهلي يصبر عليه؟ وجماهير النادي الاهلي هتفضل مسانداه؟
ده اللي هنشوفه في الايام الجايه. طلع لك الحته الثاني موسيماني. في خناقه على موسيماني دلوقتي. طبعا احنا عارفين ان موسيماني في مفاوضات مع نادي الزمالك، في مفاوضات مع موسيماني لنادي الزمالك. طبعا النادي الاهلي بيلمع اي حد. موسيماني ده ما كانش حد يعرفه غير في جنوب افريقيا بس. النادي الاهلي لما جابه خد معاه بطولتين افريقيا. موسيماني ظهر للناس بعد ما كان مدفون، يعني الاهلي شال العفار اللي على وشه فالناس شافته. موسيماني لمع مع النادي الاهلي، فراحوا واخدوا مين؟ الهلال السعودي. طلعوا الدوري بتاعهم اللي هو الدوري الدرجه الاولى، وقال له خلاص شكرا يا عم موسيماني جزاك الله خيرا على كده. فالزمالك بيتفاوض مع مين؟ مع الزمالك بيتفاوض مع موسيماني، بس مش لوحده. ليه بقى؟ لان في داخل مين تاني؟ داخل منتخب مين؟ منتخب نيجيريا اللي بيدربه بيسيرو، كان بيدرب النادي الاهلي، ساب النادي الاهلي عشان كان راح بنفيكا او بورتو البرتغالي. فان في مفاوضات نيجيريا مع موسيماني. يعني نيجيريا بس لا، انا هاخدك لواحد تاني لفرقه تاني، مين؟ الترجي التونسي. الترجي التونسي برضه بدات مفاوضات مع بيتسو موسيماني. فالنادي الاهلي يا جدعان بيلمع اي حد، النادي الاهلي بيلمع اي حد. بالله عليك ما يعني ما تدخلش على اللايك دلوقتي يعني يا جدعان. 100 لايك والله مش كتير، والله 100 لايك مش كتير على اخوك سيد الاهلاوي. مبروك للنادي الاهلي، مبروك النهائي الرابع مره على التوالي و16 مره في تاريخ النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله انا متفائل النادي الاهلي هياخد البطوله السنه دي ان شاء الله سبحانه وتعالى. اكتب لي بقى كومنت، عايز تقابل مين؟ عايز تقابل وداد ولا عايز تقابل سان داونز؟ وعايز تقابلهم ليه؟ يعني ده احسن فيه وده احسن فيه. انا بقول لك انا بالنسبه لي الجمهور، جمهور سان داونز طيب، جمهور المغرب مش وحشين لا، بس بيشجعوا بيهزوا الاستاد، لو في لاعب نايم بيصحوه فالدنيا بتتقلب. ممكن جمهور النادي، ممكن لعيبه النادي اللي تتاثر بالجمهور. امال جمهور سان داونز طيب عادي، بيملوا الاستاد عادي ومفيش اي مشاكل، ولا بيشجعوا ولا بتشوف حتى ما بتسمعش حتى واحد بيشجع. انا حلقتي خلصت، بس بالله عليكم تدخلوا على باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مبروك للنادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.